السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، فيديو جديد، لقاء جديد بكم. أتمنى أنكم تستفيدوا بيه. الأول مرة يشرفني في قناتي أتمنى أنه يشترك فيها ويفعل زر الجرس، وأتمنى أنه يعمل لايك للفيديو لو عجبه بإذن الله. حبايبي، انتوا عارفين الجو الأيام دي زي ما بيقولوا الشتاء رجع تاني بعد ما حسينا بالدفا والجو كان روعة وكده. ما كنا حاسين الشتاء خلص خلاص، لقينا فجأة بدون أي مقدمات قالوا لنا طبعا هيئة الأرصاد كانت منبهة وقايلة إن الجو هيتقلب وهتبقى فيه مطرة وزعابير وعواصف ترابية. وفعلا البيت اتقلب رأسا على عقب، تراب كل شوية، والشبابيك بقت تفتح لوحديها والبلكونات، وبقينا نحط حاجات عشان تسد منافذ الهواء كلها اللي في البيوت. ومع ذلك الأرض كل ما تنكنس ولا تتمسح ترجع تلاقي زي ما يكون حد رشش تراب على كل حتة في الشقة. وطبعا الاحساس بالبرد الشديد، مش عارفين نعمل ايه، عايزين ندفى يا جماعه، عايزين ندفى. فقررت ان انا اعمل لاولادي اكلات شتوي منها المحشي المشكل، وكمان اكله اول مره اعملها لهم. يعني تقريبا مش فاكره طول حياتي عملت الاكله دي، يمكن مره وقبل ما يكون عندي ولاد ولا ايه مش عارفه. بس يعني تقريبا ما عملتهاش لولادي قبل كده. ف جبنا ادوات المحشي، يعني احنا كنا عاملين حسابنا وجايبين الطلبات قبل يوم ما يبتدي الزعبير والمطره والرعد والحاجات اللي حاصله قلب الدنيا دي. جايبين محشي مشكل، فلفل اخضر وفلفل احمر وبتنجان ابيض وكرنب وطبعا الطماطم بتاعتهم والشبت والبقدونس والكزبره. وكمان جايبين سجق. السجق ده انا ما بعملهوش نهائي ولا بدخله البيت ابدا، وتقريبا ولادي ما كلوهوش من ايدي ابدا. يعني اول مره يشوفوه ويعرفوا طعمه حتى ايه. هما ممكن يكونوا بيشتروه سندوتشات جاهزه من المحلات، لكن اول مره اعمله لهم في البيت. هعمله لكم بطريقه حلوه جدا هتعجبكم، وهيبقى طعمه حلو ومظبط، وهنعمله سندوتشات كده للعشاء، تبقى وجبه سريعه كده. طبعا زي ما بقول لكم من الاكلات اللي عايزه صدمات زي السجق والحاجات دي عايزه نار عاليه، فاحنا جهزنا النار اللي في الوسط بتاعت البوتاجاز، وجبنا السجق وهنقصه وحايد كده، ونجيب بصل وتوم وفلفل اخضر وفلفل رومي احمر ملون يعني. وهنجيب قطعه سمنه او قطعه زيت ونسخنها كويس جدا، ونبتدي نحط السجق فيه. السجق هنديله صدمة من الناحية دي ونرجع نقلبه على الناحية التانية علشان يمسك في بعضيه ويمسك نفسه كده. بعد كده هبتدي احط باقي الكمية، وهنجهز فلفل نقطعه هو والبصل والثوم والحاجات دي. كل التوابل، هو على فكرة بيبقى متبل فحادق، فما تكتريش التوابل لان لو حطيتي ملح كتير هيحدق اكتر وهيبقى طعمه مش حلو. طبعا في طماطم او صلصة تحطيها في الاخر، بس بعد ما تاخد الصدمة والمكونات كلها تندمج مع بعضيها. عايزة تحطي فلفل حراق حطي، قرن الفلفل الحراق اهو هنحوشه ونظبطه نقطعه تاني. وبعد كده نبتدي نخليه يشرب من بعضيه التتبيلة كلها، والمكونات تاخد مع بعضيها لغاية لما تستوي. وبعد كده نبتدي نحط له الصلصة. صلصة طماطم انا عاملاها في البيت، والثوم هنضيفه اخر حاجة عشان يبقى طعمه لسه قاعد كده حلو. طبعا واحنا بنضيف الحاجات، في حاجات بتقع على البوتاجاز، طبعا بعد ما نخلص هنضفه كالعادة. بعد كده بعد ما بيتحط له الصلصة بنبتدي نعمله سندوتشات. يعني هقول لكم الحقيقة ان اولادي ما استغوش طعمه وما حبوهوش، قالوا هو طعمه يشبه البرجر بس يعني مش ما حبوهوش، قالوا ما تجيبوش تاني يعني. ف
يعني جايز هم عشان اول مرة، او هو فعلا طعمه مش حلو، البرجر احسن منه. وطبعا الحاجات كلها المحفوظة اللي بتتباع لحوم مفرومة زي السجق والبرجر الجاهز ما بتبقاش حلوة زي الحاجات اللي بتتعمل في البيت، زي الكفتة والبرجر اللي بنعمله لهم في البيت. بعد كده هنعمل المحشي المشكل، وهنبتدي نعمله مع بعض دلوقتي. جبنا ورق الكرنب وفرغناه من بعضيه وسلقناه، وطبعا البتنجان قورناه، وهنبتدي نقطعه ونحشيه. الكرنب لما تعملي له تجهيزات مسبقة زي التخديع والورق، تبقي مجهزاه ومقطعاه والحاجات دي كلها، وتبتدي تشتغلي فيه بدري. الصلصة احنا كنا عاملين صلصة في البيت قبل كده، فيدوبت عملنا الطماطم، يعني حطينا البصل وبعد كده ضفنا له الصلصة، فبقى ريحة المحشي يعني المكونات اللي احنا هنحشي بيها المحشي ريحتها رهيبة. وبضيف شوية نعناع مفروكين كده، بيبقى الريحة ما تقوليش عليها لحد. طبعا جهزنا كل نوع محشي مع لوحديه، منهم محشي الكرنب حطيناه في حلة، والبتنجان حطيناه في حلة، وكان كام صباع من الكرنب فاضوا من الحلة الأولانية ابتدينا نضيفهم. واهو الكرنب بعد ما استوى، وفي حلة كمان آم، ايه يا ربي، لل الفلفل نسيت الفلفل اهي ظهرت، فلفل احمر وفلفل اخضر. وبعد كده طلعنا احلى طبق محشي مع حتة فراخ كده عملت شغل. واللي عايز لحمة انا عامله لهم، كنت لحمة مسلوقة حطيتها لهم معاهم. فطبعا وجبة الدف يعني احلى وجبة في الشتاء والبرد اللي احنا فيه. بألف هنا وشفا ليكم. قوموا اعملوا لعيالكم تشجعوا كده واعملوا لهم محشي. المحشي ده من اكتر الحاجات اللي بتدي طاقة ونشاط في الشتاء والبرد ده. وطبعا احنا لسه في الاجازة، لسه الامتحانات ما ابتدتش، فطبعا قولوا معايا كل الولاد قاعدين، فممكن يساعدوكي ويعملوا معاكي احلى واجب في عمل المحشي. فبألف هنا وشفا، وابتدوا اشتغلوا في الحاجات دي لولادكم وشبعوهم في الشتاء، لان الشتاء عايز اكل وطاقة، والولاد تاكل حاجات بيتي تخليهم ياخدوا طاقة ونشاط، ويبتدوا يذاكروا وهم حاسين بحيوية ونشاط ودافيانين كده وفرحانين. بعد كده هقول لكم على حاجات للبيت تبتدوا تعملوها.